تفتكر لو الدولار نزل بكرة للنص الأسعار هترخص؟ لو قلت فأحب أقولك أنت لسه عايش في كوكب تاني. تعال أحكي لك ليه في مصر الأسعار بترتفع زي الصاروخ، بس لما تيجي تنزل بتفضل محلك سر. وفي أسباب كتير، ومش مجرد جشع تجار زي ما كل الناس بتقول. في الفيديو ده هنعمل غطسة عميقة جوه السوق، جوه دماغ التاجر، وجوه عقلية المستهلك، وهنفكك ظاهرة عالمية اسمها الجمود السعري النزولي. يعني إيه؟ وليه بيحصل؟ وليه بالذات في مصر ظاهر جدا؟ وإزاي الشركات بتستغل ده؟ والأهم، هل في أمل ده يتغير؟ يلا بينا، ركز معايا علشان اللي جاي مفاجآت وحقايق يمكن أول مرة تعرفها. تعال نحكي الحكاية من الأول واحدة واحدة. ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر؟ تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لاشيله من فوق وش الارض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب أنتوا بتتعاملوا مع ناس كبار. بص يا سيدي، في الاقتصاد في ظاهرة عجيبة جدا اسمها أو بالعربي الجمود السعري النزولي. الفكرة باختصار إن الأسعار بتعرف تطلع بمنتهى السهولة، بس لما تيجي تنزل لأ، بتتزنق. كأنها بتطلع سلالم كهرباء وتنزل على السلم العادي برجليها. يعني مثلا أول ما الدولار يعلى تاني يوم تلاقي كل حاجة زادت، الشامبو، الجبنة، حتى التوك توك. بس لما الدولار ينزل تلاقي نفس الحاجات واقفة تقولك ما شفتش حاجة، أنا معرفش حاجة. وده مش بس عندنا، ده موجود في دول كتير، بس إحنا عندنا واخدين الظاهرة للماكس ليفل. طب ليه؟ لأن الشركات بتحب المكسب الزيادة، بالظبط زي ما العيال بتحب الآيس كريم، ولو جالها فرصة تكسب أكتر مستحيل تفرط فيها. يعني مثلا لما الأسعار زادت والدولار كان فوق ال50 جنيه، الشركات رفعت الأسعار علشان تعوض الخسائر اللي كانت بتبلعها بقالها سنين. طب الدولار نزل، ماشي، بس هم لسه ما غرفوش كفايه. التاجر بيقول لك الناس بتشتري بالسعر ده والربح حلو. اهبط ليه؟ ده انا لسه ما طلعتش من خساره السنه اللي فاتت. وده بيفسر ليه في منتجات سعرها بيفضل عالي حتى بعد شهور من نزول العمله. كمان الشركات بتخاف من انها تنزل السعر دلوقتي وبعدين تضطر ترفعه تاني بعد كام شهر، لان ده بيأثر على علاقتها مع العميل. الزبون بيقبل الزياده بالعافيه، لكن لو حس انك نزلت السعر وبعدين رجعته بيحس انك بتلعب بيه. فالشركه تقول لك انا مش ناقصه وجع دماغ، يبقى الحل الاسهل نثبت السعر وخلاص. الناس دايما حاطه الدولار في قفص الاتهام، لكن الحقيقه ان التكلفه الحقيقيه للمنتج فيها بنود كتير جدا. احنا بنتكلم عن كهرباء، نقل مرتبات، تامينات، جمارك، ضرائب، تغليف، تخزين، تسويق، صيانه، خدمه عملاء، ومصاريف اداريه. يعني حتى لو الدولار نزل، لو اي بند من دول زاد، التكلفه الاجماليه ممكن تفضل زي ما هي او حتى تعلى. خلينا اديك مثال. شركه بتبيع منتج مستورد، الدولار نزل 10%، حلو، بس في نفس الوقت البنزين زاد 15%، الكهرباء زادت 12%، المرتبات ارتفعت 8% علشان التضخم. يبقى الشركه هنا بتصرف اكتر من الاول. فحتى لو الدولار ساعد شويه، البنود التانية اكلت الفرق وزياده. وهنا بقى ندخل على المشكله التانية، مفيش منافسه حقيقيه. لما يبقى السوق كله في ايد 4 أو 5 لاعبين كبار وكلهم فاهمين بعض ومحدش فيهم عايز يخسر، يبقى مفيش حد هينزل السعر. كلهم بيقولوا لبعض احنا كده تمام، نكسب ونقفل بيوتنا، ومفيش شركه جديده تقدر تدخل تكسر الاسعار، لانهم مش هيسيبوا لها فرصه تعيش اصلا. وده بيخلي التاجر مطمن ان العميل هيشتري منه في الاخر، لان مش هيلاقي بديل ارخص. فمفيش ضغط حقيقي يخليه ينزل السعر. وكل ما السوق يبقى اهدى الاسعار تثبت حتى لو المفروض تنزل. ودي ازمه مش بس في قطاع معين، دي موجوده في الاكل، الشرب، الالكترونيات، وحتى الخدمات. عارف ايه اللي بيحصل لما منتج سعره ينزل فجأة؟ الناس بتشك. أول سؤال بيتقال، هم خفضوا السعر ليه؟ أكيد في حاجة غلط. وعلشان كده الشركات بتتردد جدا قبل ما تاخد قرار إنها تنزل سعر أي منتج. السوق المصري وكتير من الأسواق التانية عنده قناعة غريبة إن السعر العالي بيساوي جودة،
والعكس صحيح. أي حاجة ترخص الناس بتفرض تلقائياً إن جودتها قلت، أو إن فيها غش، أو إن تاريخها قرب يخلص، أو إنهم خففوا الخامات. فبدل ما الزيادة في السعر تزعل الناس، لأ، النزول هو اللي بيخوفهم. الشركات شافت ده بعينيها. يعني شركة قررت تعمل خصم على منتج معين، بدل ما المبيعات تزيد اكتشفوا إن في ناس بطلت تشتريه. ليه؟ لأنهم قالوا أكيد غيروا في حاجة، وبكده الخصم بقى عبء مش ميزة. التاجر أو الشركة تقول لك طب وأنا مالي؟ خليه زي ما هو، الزبون بياخده وبيدفع ومبسوط. والطريف إن نفس الناس لو لقيت المنتج غلي بعد ما كان نزل هتزعل أكتر وتحس إنها اتخدعت. فيبقى التاجر في حيرة، لو نزلت السعر هتشكه، ولو رفعته تاني هتغضبه. يبقى خليني سايب السعر زي ما هو بلا وجع دماغ. والنقطة دي تحديداً بتخلي حتى الشركات اللي ناوية تعمل عروض بتأجل الموضوع أو بتغير استراتيجيتها، لأن العميل المصري حساس جدا للتغيرات، بس مش بالمعنى الإيجابي، لأ، حساس بمعنى إنه شكاك. من أكتر الأسباب اللي ممكن ما تخطرش على بالك الكسل المؤسسي. أيوه، زي ما بقولك كده، لما شركة كبيرة يكون عندها آلاف المنتجات ومواقع إلكترونية وفروع ومندوبين وإعلانات ومطبوعات وأكواد أسعار، ففكرة إنها تغير كل ده علشان تنزل السعر بنسبة 5% بتبقى مرهقة جدا. يعني مثلا لو شركة قررت تقلل سعر منتج ب10 جنيه، لازم تبلغ كل الفروع، تطبع بوسترات جديدة، تغير السعر على السيستم، تعدل الإعلانات، تكلم الموزعين، وفي الآخر الفرق مش كبير، فيقول لك نأجل الموضوع ونشوف بعدين. لكن لما السعر يزيد تلاقي الموضوع بيتنفذ في يوم وليلة. ليه؟ لأن في ضغوط، في هلع من الخسارة، من فرق السعر، من انخفاض الربح. إنما لما يبقى النزول في السعر مش مطلوب جماهيرياً ومفيش حد بيطلب بيه بشدة، الشركة بتستنى وتشوف. ده غير إن كل تغير في السعر بيأثر على العلاقات التعاقدية. يعني لو موزع واخد بضاعة بسعر معين ولقاك قللت السعر بعدها بأسبوع، هيجي يطلب تعويض، ولو ما عوضتوش هيزعل ومش هيشتغل معاك تاني بنفس الكمية. يبقى الشركة تقولك استنى لما المخزون القديم يخلص وبعدين ننزل السعر بهدوء. يعني باختصار، الشركات بتتحرك أسرع لما الأسعار تزيد، لكن لما تنزل كل حاجة بتمشي على رجليها، وممكن تفضل كده شهور. في سبب مهم جدا بيخلي الشركات تخاف تنزل السعر: الخوف من فتح باب حرب الأسعار. السوق دايما حساس، لو شركة نزلت سعر منتج معين المنافسين ممكن يحسوا إن في تهديد ويبدأوا هم كمان ينزلوا، فالدنيا تولع. وده حصل كتير في قطاعات زي الإلكترونيات والموبايلات، شركة تعمل عرض، التانية ترد بعرض أقوى، والتالتة تخفض أكتر، وفي الآخر كله بيخسر والزبون يتعود على الأسعار المنخفضة. فالشركات الكبيرة تقولك نحافظ على سوق مستقر أحسن، خصوصا لو كلنا كسبانين. مفيش داعي نبدأ خناقة، خلينا نبيع بالسعر اللي الناس متعودة عليه وما نغضبش حد، لأن لو السعر نزل بسرعة الناس هتتوقع إنه هيفضل كده، وأي محاولة لرفعه تاني هتولع الدنيا. وبالتالي حتى لو عندهم مرونة ما يستخدموهاش إلا لما حد تاني يبدأ. وهنا تدخل لعبة الأعصاب، مين هيبدأ الأول ومين هيتحمل الخسارة. في الآخر اللي بيحكم هو الخوف. الشركات خايفة من رد فعل السوق، خايفة من رد فعل العملاء، وخايفة من إنها تفتح على نفسها باب مش هتعرف تقفله. فبتبقى النتيجة تفضل الأسعار ثابتة، حتى لو الدولار نزل، حتى لو التكاليف قلت، والناس تفضل تسأل هو ليه في حاجات غليت؟ ومفيش إجابة واضحة، لأن الأسباب كتير وكلها متشابكة. في النهاية كلنا نفسنا نشوف الأسعار بتنزل زي ما بتطلع، بس الحقيقة إن ده مش سهل ولا بسيط. اللي بيحرك الأسعار مش بس الدولار، ده عالم كامل من الحسابات والتكاليف والنفسيات والعقود والتوقعات والمخاوف. التغير ممكن، لكن محتاج منافسة حقيقية ومستهلك واعي وحكومة بتراقب وبتواجه الاحتكار. والأهم، محتاج إن الشركات تبدأ تشوف إن الزبون مش دايماً هيفضل ساكت، وقتها بس ممكن نبدأ نشوف فرق. بس لحد ما ده يحصل الأسعار هتفضل ماشية في اتجاه واحد، لفوق. قول لي رأيك، هل شايف إن في أمل نشوف الأسعار تنزل في مصر؟ ولا بقى ده حلم مستحيل؟ بس كده. وزي ما بنقول دايماً على قناة علشان لو حد سألك، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي شكراً إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام. انت مين تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر؟ تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض.
ارضي وانا حر، ولا تلومن الا انفسكم. عيب انتوا بتتعاملوا مع ناس كبار.